هو احنا ليه دايما فاكرين ان الفراعنة كانوا على طول مكشرين؟ يعني يا اما بيحاربوا، يا اما موميا، يا اما تمثال سرحان في ملكوت الله. طب سؤال على السريع كده، الفراعنة دول كانوا بيغنوا ولا كانت حضارة صامتة؟ بصراحة صعب أتخيل إن فرعون طول حياته بيقول ابنوا لي هرم، هاتوا لي ذهب، ومفيش مرة واحدة قال لهم شغلوا لنا حاجة كده تروق علينا. المفاجأة بقى، أيوة، الفراعنة كانوا بيغنوا بجد، ومش أي غناء كمان، كان عندهم مزيكا وآلات موسيقية وحفلات كمان، قيثارة وناي وطبلة ودف، يعني بارتي كاملة مش ناقصها غير دي جي أمون بنفسه. احنا بقى ما كناش بنغني على مزاجنا وخلاص، لا، ده احنا كنا بنغنيه في كل حاجة. طيب يا سيدي مصدقك، وزي ما قالك صاحبنا كده، كانوا في الفرح بيغنوا، عيد بيغنوا، شغل وبنجر حجر نغني، وحتى الجنازات، والله جنازات، أصل الزعل من غير موسيقى عندنا ما كانش يليق بتاريخنا. بس خد بالك، الغنى بتاعهم ما كانش أي حاجة وخلاص، لا، ده كان ليه معنى وهدف. كان في أغاني للآلهة، وأغاني للملوك، وأغاني تحمس العمال وهم شغالين. يعني تخيل العامل وهو شايل حجر وزنه طن، وواحد جنبه بيغني ويقول له هيلا هوب الهرم قرب يخلص. واللي يجنن أكتر إن في رسومات على حيطان المعابد فيها ناس فاتحة بقها وبتغني، وقدامهم ناس بتعزف. دي مش مجرد رسمة شكلها حلو، دي تعتبر تسجيل للحظة غنى حقيقية. يعني صحيح الفراعنة ما كانش عندهم سبوتيفاي يعملوا عليه بلاي ليستس، بس كانوا ناس دماغها رايقة وبيفهموا في المزيكا. فالحضارة اللي قدرت تبني الأهرامات ما كانتش حضارة طوب وحجارة وبس، دي كانت حضارة ليها روح وصوت ومزيكا. المرة الجاية لما تشوف تمثال فرعوني ساكت، ما تفتكرش إنه مكشر، يمكن بس مستني الكوبليه بتاعه يجي. حاضر يا سيدي. المهم، تخيل لو لقينا تسجيلات أغاني فرعونية دلوقتي، هتسمعها ولا حاسس إنها هتبقى مزعجة ودمها تقيل؟ قول لي رأيك في الكومنتات، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.